زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، ده جوز فشر. جوز الفشر ده بدا عندي 11 بيضه، ما شاء الله، الله اكبر. يا عم هو في جوز فشر بيبيض 11 بيضه؟ ايوه في. زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي الجوز ده، والله يا جماعه عندي بيض 11 بيضه. ادي النتايه دي ذهبيات، والنتايه البيضه اسبريت البينو. الجوز ده فشر، تمام. ولكن اهم حاجه قبل ما تشتري طائر الفشر او الكوكتيل او الروز، نصائح للمبتدئين: لازم تشتري من حد موثوق منه 100%. الجوز ده بيض عندي 11 بيضه بفضل الله، تمام. دي حاجه. تاني حاجه يا جماعه، انا لما رحت اشتريت الجوز ده انا مشتريه من محل، مش من تاجر ولا هاوي ولا اي حد. انا رحت عجبني في المحل، قلت اجيب، لقيت زي ما حضراتكم شايفين الابيض ده عمال النتايه البيضه دي عماله توشوش النتايه الخضراء. ازاي يا عم جوز بتقول لي انا شاري جوز فشر وواحد 11 بيضه، وبتقول نتايه بيضه ونتايه خضراء؟ ايوه، نتايه الذهبيات ديت والنتايه البيضه دول نتايتين مش نتايه واحده. مفيش جوز فشر يا جماعه هيبيض 11 بيضه. ازاي يا عم انت تقول الجوز بيض عنده 11 بيضه؟ ايوه ما شاء الله هو بيض 11 بيضه اهوت، والله العظيم يا جماعه الجوز ده بيض عنده 11 بيضه. ولكن بعد ما اكتشفت ان انا ما كانش عندي الخبره قوي في ان انا اقدر افرق بين الذكر والانثى، وده اللي بيقع فيه كل الناس المبتدئين. ولكن حذاري وخلي بالك دايما من اما تكون تشتري فشر او روز، لازم تخلي بالك كويس جدا، عشان خاطر ممكن تجيب ذكرين او ممكن تجيب نتايتين تقول ما بيبيضوش، وتقول لو بيبيضوا 11 بيضه والبيض بيطلع مخصب. ولكن هنا هي دي المشكله اللي بيقع فيها احدى المربيين المبتدئين لطيور الزينه، وهي ان انت بتجيب من حد مش موثوق منه. لان انا سالته بتاع المحل، والله العظيم سالته، قلت له انا ما اعرفش قوي فيه، عنديش الخبره في الفشر او الروز، او ان انا اعرف الذكر او افرق بين الذكر والانثى. قال لي الابيض ده ذكر والاخضر دي نتايه، خدتهم على اساس ان هم ذكر ونتايه. وبالفعل قعدوا عندي بتاع شهر، تمام، ولقيتهم بدأوا يبيضوا. ممكن في يوم يحطوا بيضة، تمام، ممكن في يوم واحد يحطوا بيضتين. طب ازاي يا جماعة في عصفورة هتبيض في يوم واحد بيضتين؟ ده هي يا يوم ويوم يا كل يوم، يا اما يوم وثلاث ايام، على حسب التغذية بتاعتك وعلى حسب كل انثى، تمام. قلت يبقى دول ما هماش ذكر وانتايه، دول نتايتين. لما وصلوا لحد 11 بيضة قلت دول نتايتين. ابص يا جماعة، طبعا مسكت فردة كده في ايديا، وقعدت ونزلت كام صورة ليهم في الجروبات. الناس اللي هي بتفهم في الفشر قالوا لي دي نتايتين مش نتاية واحدة. بدأت انا اكتشف انا بنفسي، بقيت اجيب الفردة وابص على عظمة الشوكة اللي هي عند المخرج بتاع الفضلات بتاعة الطائر. لقيت الشوكتين زي بعض، الشوكتين مفتوحين، ما هماش مضمومين. ودي افضل طريقة تعرف بيها تفرق ما بين الذكر والانثى البالغين، بالنسبة لطائر الكوكتيل وبالنسبة لطائر الروز وبالنسبة لطائر الفشر او الاسترالي كمان. ولكن بيبقى الاسترالي باين شوية عن باقي طيور الزينة. بتعرف من الشوكة بتاعة المخرج، اللي يقولك من كير، او يقولك من الريش، او يقولك من كل دي عوامل. ولكن افضل طريقة لي ان انت تعرف الذكر من الانثى في الفشر وفي الروز هي الفتحة بتاعة المخرج بتاع الذكر والانثى. لو بالغين بتلاقي الفتحة بتاعة الذكر على شكل 8 مقفولة جامد لتحت، والأنثى بتلاقي الشوكتين جنب بعض. ممكن انت تقدر تحط صبعك ما بين الشوكتين بتاعتها، ما بين الشوكة من هنا والشوكة من هنا، تقدر ان انت تحط صبعك عند الأنثى. ولكن الذكر بيختلف، ما بيكونش مفتوحة او ان انت تقدر تحط صبعك بكل سهولة زي الأنثى. بتحط من بره كده على صبعك على فتحة المخرج من ورا، بتلاقي شوكتين اتنين. لو ذكر بتلاقي طبعا زي ما قلنا بتلاقي مقفول خالص، لو انثى بتلاقيها مفتوحة. وده افضل طريقة بالنسبة لو انت هتشتري روز او فشر او كوكتيل. التلات انواع دول الواحد بيتلخبط فيهم، بالذات لو كوكتيل لاتيني او كوكتيل البينو او روز لاتيني او روز البينو او فشر البينو او فشر لاتيني. كل ده بيختلف. الالوان اللي زي بعضها صعب التفرقه ما بين الذكر والانثى. ولكن نصيحه لوجه الله للمبتدئين ان انت لما تيجي تشتري تعرف من الفتحه اللي تحت. لو ما عندكش الخبره تاخد حد معاك محل يكون عنده الخبره، تمام. لاني انا برضو خدتهم المحل، لقيتهم متوالفين مع بعض وواقفين جنب بعض. ده اكبر مشكله في الرز. الكوكتيل ممكن بنسبه 90%
مفيش نتايتين يتوالفوا مع بعض زي الرز والفشر، لان الفشر والرز من الطيور اللي هي الحنينة جدا. ولكن دي افضل طريقة، يا اما تجيب من حد يكون موثوق منه، يا اما يكون انت عندك الخبرة ان انت تقدر تفرق ما بين الذكر والانثى قبل ما تشتري طائر الرز او طائر الفشر. وتحياتي ليكم جميعا.